السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، من امبارح كله هري هري هري. الأهلي السبب إن المنتخب يخسر، الأهلي السبب إن المنتخب يخسر. هو يعني فرق الدوري كلها مش عارفة تجمع فرقة عدلة. يعني هو اختيار المدرب وهو حر فيه. تمام. الأهلي عنده ماتش مهم وأنت بتلعب ماتش ودي. يعني من الطبيعي يعني ان انت تساعد النادي الاهلي ان هو يقف على رجليه ويبقى عنده كل العناصر بتاعته موجوده. ده من الطبيعي على فكره، ولو كان الزمالك او كان اي فرقه كان المفروض ده اللي يحصل يعني. ماتش ودي يعني. ومش عيب، مش عيب لما تطلعوا تقولوا ان الاهلي خسر، ان المنتخب خسر بسبب لعيبه الاهلي مش موجوده. طب ده عيب في حقكم انتوا والله. وحازم امام طالع يقول كده، والله عيب، عيب في حقك انت. عيب في حقكم انتوا والله، عيب في حقكم. ما تجيبوا لعيبه يا عم تعرف تلعب. انتوا يعني انتوا عشان الاهلي مش موجود فبتلموا اي حد تلعبوه معاكم في المنتخب ولا ايه؟ والله عيب. يعني انا كاهلاوي انا عارف ان الاهلي ان لعيبه الاهلي لو موجوده في المنتخب كانت هيفرق كتير. وده طبيعي انه احسن لعيبه في مصر يعني. بس الامور المفروض انت كاتحاد كوره ومنتخب المفروض ان الامور ما تقفش على لعيبه النادي الاهلي يعني. يعني ده ان وقفت على كده فده خلل من عندكم انتوا، منكم انتوا، من اتحاد الكوره ومن مدير المنتخب ومن المدرب نفسه. يعني انت عندك كام فرقة؟ احنا عندنا كام نادي في الدوري المصري، وكم مصري يعرف يلعب يعني. الموضوع انتوا الأزمة دي انتوا اللي عملتوها مش الأهلي. تمام. وانتوا اللي بتيجوا في كل ماتش مهم في أول موسم. تمام. وتحط أجندة دولية وتلاعب فرق وبتاع. يعني انتوا كل المرة اللي فاتت كأس العالم للأندية الأهلي رايحوا بنص لعيبة. يعني أنا مش فاهم برضو انتوا عايزين تحطموا الأهلي ليه؟ يعني ليه؟ هتستفادوا ايه يعني؟ هتستفادوا ايه؟ ولعيبه الاهلي راحت، واللي لحق رجع في اخر ماتش لحق، واللي ما لحقش ما لحقش، والدنيا عكت عكه. والحمد لله الاهلي باي حد وبالناشئين كان بيلعب كاس عالم انديه الحمد لله. تمام. وربنا ما بيعوضش تعبهم على الفاضي. ما تعمل انت كده، ما تعمل انت كده. عيب، عيب لما تقولوا ان الاهلي خسر، ان المنتخب خسر بسبب لعيبه الاهلي ما جاتش. يعني عيب والله في حقكم والله. عيب. سريعا كده، استعدادات الاهلي لمباراة السوبر. الاهلي معاه سكواد قوي جدا، ورغم كده ان الماتش هيبقى مش سهل قوي يعني زي ما الناس متخيله. الماتش هيبقى صعب. ده ماتش واحد، بطولة بماتش واحد. الفرقة اللي قدامك مش سهلة، فرقة دفاعية، فرقة بتلعب بالراس وبتلعب على العرضيات والركنيات. فرقة بتقفل، بتلعب زون ديفنس كويس جدا. وانت ان شاء الله باذن الله نحاول نخلص الدنيا بدري بدري كده ونضغط عليهم من الاول. التشكيلة المتوقعة إن شاء الله في ماتش السوبر هيبقى محمد الشناوي في حراسة المرمى، على اليمين محمد هاني، في النص ياسر إبراهيم أو محمد متولي ومحمد عبد المنعم. على الشمال علي معلول، رغم إن هو لسه راجع من المنتخب بس إن شاء الله هيأدي. الراجل برضه لعب يعتبر 60 دقيقة في الماتش بتاع تونس. علي معلول. وخط النص هيبقى مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج أو أفشة. ممكن يبدأ بإمام وديانج ومروان عطية، أو لو السولية جايز ممكن يبدأ بالسولية، بس ما أعتقدش إنه هيبدأ بالسولية، إن السولية بقاله كتير بعيد عن الملاعب.
وممكن كمان يبدأ بأليو ديانج ومروان عطية، ويبدأ بقفشة، التلاتة دول. تمام. على اليمين بيرستاو، وعلى الشمال حسين الشحات، وفي الأمام محمود كهربا. أعتقد إنه هيبدأ الماتش، أو صلاح محسن. وممكن الدبابة موديست يبقى على الدكة، ممكن يستعين بيه في الشوط التاني، آخر ربع ساعة، آخر 10 دقايق، على حسب سير الماتش. وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي، وبطلوا هري بقى شوية على الأهلي، وركزوا في نفسكوا انتوا. يا ريت كل واحد يبص في ورقته، كل واحد يبص في ورقته، وبطلوا هبل. تمام. السلام عليكم.